الفيديو ده هتكلم عن تجربتي الشخصية، مين الأفضل الشوفان ولا البليلة. وانا بنتكلم، لاحظ بس بتكلم على تجربة شخصية. بسم الله. أول حاجة نتكلم مين الأفضل، القمح ولا البليلة من حيث الخسام. التجربة بتاعت الشخصية بتقول الأفضل الشوفان. تاني، الأفضل الشوفان. لو حضرتك عايز تخس كل شوفان. طيب أما تاكل شوفان، الشوفان يا جدعان فيه ألياف أكتر. فالالياف الاكتر ديت بتخلي الجسم بيبقى عنده يعني شوفان اكتر، الياف اكتر، ان حضرتك بتشبع اكتر، ما بتاكلش اكتر، فبتبدا واحده بواحده تخس. طبعا احنا بنتكلم على الشوفان مين؟ ركز معايا على الشوفان اللي هو الحبه الكامله. ما بتكلمش على الشوفان سريع التحضير يا جدعان، بتكلم على الشوفان الحبه الكامله. تمام؟ سريع التحضير ده اركنه في جنب. فلو انت عايز تخس كل شوفان. طيب النقطة اللي بعد كده، ده حاجة حلوة، يبقى خلاص بقى الشوفان انا اروح اكله بقى. لا، ما في نقطة برضو مشكلة في الموضوع ده، ان الشوفان بالنسبة لي كان بيوجع البطن، او ممكن كان بيسبب لي مشاكل في الهضم، او ممكن يكون مسبب لي مشاكل في القولون. فلو حضرتك عندك مشاكل في القولون، ركز بس في الكلام، مشاكل في القولون او مشاكل في الهضم، طبعا ما بيفضلش تاخد شوفان. النقطة اللي متعلقة بعد كده بالشوفان برضو، نخش على البداية دلوقتي، وهي متعلقة بالألياف الكتيرة برضو. الألياف الكتيرة بتخلي، وده للأسف الشديد، المعادن أو الحاجات اللي في الجسم أو الفيتامينات اللي في الجسم ما بتمتصش بشكل قوي. فأنا بالنسبة لي أما كنت باخد الشوفان كنت بضعف وجسمي بيقل بكله، يعني بيقل بكله، لان الالياف الكتيره اللي في الشوفان للاسف الشديد كانت بتتعبني، بس كنت بخس. طيب بالنسبه للبليله، البليله فيها قيمه غذائيه كويسه جدا كمان. بس البليله اهم عيب من عيوبها وهو الحساسيه بتاعت القمح. في ناس كتيره جدا بيبقى عندها حساسيه من القمح. تمام؟ فحضرتك لو عندك حساسيه من القمح او مشتقات القمح، فلا يفضل انك تاخد البليله. طيب البليله بالنسبه لي هي وجبه غذائيه متكامله حقيقه. والبليله بالنسبه لي فيها تقريبا كل العناصر الغذائيه. والبليله بالنسبه لي يعني مريحه في الهضم جدا. يعني طبعا لو ما عندكش حساسيه، مريحه عكس الشوفان. تمام؟ صحيح البليله انك بتاخد معاها حاجات ربما ما تكونش يعني بتساعد التخسيس، بس مش زي الشوفان. طيب لو انا اختار البليله ولا اختار الشوفان، هما الاثنين قدامي اهوت، انا غالبا بختار البليله. يعني بحق ربنا البليله بالنسبه لي، يعني اما بجرب الشوفان والبليله كأن كنت مثلا مربوط وبعدين اتنفست. لا، البليله بالنسبه لي مريحه جدا، افضل بكتير، لكنها مش زي الشوفان من ناحيه الخسسان او ان حضرتك تخس بشكل اكبر. وكمان فيها عيب من اهم مشاكل البليله، وهي الحساسيه بتاعت القمح. لو حضرتك عندك قمح ما تاخدش، لو عندك قمح او حساسيه القمح او مشاكل مع القمح او مشاكل مع الدقيق، ما يفضلش طبعا تاخد بليله، ويفضل تروح للشوفان بس.